مساء الخير عليكم، عم زينهم بيحييكم في زينهم في الترند. بس قبل ما نبدأ الحلقة، لو انت اهلاوي انزل بسرعة تحت واعمل لي لايك كده على السريع، واعمل كمان سبسكرايب للقناة. واللي بيسأل ايه الفرق بين برنامج زينهم في الترند وبرنامج زينهم توك شو، فزينهم في الترند متخصص للكورة، اما برنامج زينهم توك شو فهو متخصص للترندات والفيديوهات الغريبة اللي بتنزل على السوشيال ميديا. ويلا بينا بقى نبدأ الحلقة. قطار الجولة رقم 11 المتجه من أسوان للقاهرة يصل الآن على رصيف نمرة 2، لأن رصيف واحد بقى 27 نقطة والتاني 24 نقطة. طبعا متصدر ومحدش يقدر يكلمني. ايه يا أبطال، فين اللي كانوا بيقولوا إن احنا هنكسب أسوان وإن لا هيخسر من بيراميدز؟ بالتلاتة يا حبيبي، وابقى اتغطى وتعالى، عشان النهارده أسوان عملت ماتش يتحسب لها قدام الزمالك. بس قبل كل ده مش عايزين ننسى فضل الراجل ده، هيثم عرابي خلاني النهارده اشوف فريق يحترم ويتعمل له حساب، وده بسبب اللعيبه والتعاقدات اللي هو عملها. ايه يا ابطال الدوري، انا عايز تشجيع جبار. ده انت واخد وجبه من المستشار. انت عارف ايه اللي مزعلني وحازز في نفسيتي؟ ان هما يا عيني هيقعدوا 12 ساعه على الوضع ده. عملوا لهم وجبه للعوده، الوجبه عباره عن بليله ورمان عشان ينسوا اللي حصل من اسوان. طيب طمنت قلبي. ده بقى من غير سندوتشات جمهور الاهلي في المدرجات، وده طبعا الفرق بين اللي بياكل في البيت واللي بيجيله دليفري. وده لان من عوامل الفوز النهارده الاهلي على بيراميدز هو الجمهور. بصراحه تشجيع وحماس يتحسب لهم. نخش بقى على اللعيبه. بصراحه النهارده حسين وهاني كانوا في حالتهم، وبقالنا كتير ما شفناهمش كده. بس مشكلتي مع هاني في قطع الكوره، لانه ممكن يدي ضربات جزاء بسهوله، وحسين مشكلته ان هو لو اهتم بلياقته البدنيه شويه هيكون في حته تانيه بصراحه. وده دايما اللي بيخليني ان انا بقول لاعب مقصر في حق نفسه. اما بقى شادي وشريف فهم نايمين لحد دلوقتي ومحدش لسه صحاهم. واحنا بصراحه الفتره اللي جايه لازم كده نشوف مهاجم يعرف يخلص قدام الجون، عشان احنا كده داخلين على كاس عالم انديه ومش عايزين شغل اللي بيعملوه دول. اما سابيو فربنا يسترها عليه، من ساعه ماتش السوبر وانا ما شفتهوش تاني خالص. لكن قفشه بقى من ساعه القاضيه وانا ما شفتهوش خالص. انتوا عارفين احنا لو عندنا صانع لعب معلم ومهاجم سريع كنا طلعنا بيراميدز بفضيحه من استاد القاهره. وده ليه بقى؟ عشان بيراميدز كانت بتلعب بدفاع متقدم. بس هنقول ايه، هذا الله وادي حكمته. نيجي بقى لحبيب قلبي ابو ليلى، ربنا يشفيها يا رب. يا جدعان دايما بقول السولية لما بيكون فايق بيعمل عظمة والله، وهو لما فاق جاب هدفين والهدفين احسن من بعض. لا وبالذات الهدف الاول، يعني الاستلامة نص الجون والشوطة نص الجون التاني. بس طبعا ما ننساش ان اي جريمة لازم بدايتها تكون من معلول. اهو ده بقى اللي لحد دلوقتي مش عارف مين اللي هيسد مكانه لما يمشي. وطبعا بنتمنى الشفاء العاجل لكريم فؤاد، ربنا يسترها عليه. اما كولر فانت محتاج كده تشد شويه على اللعيبه، عشان اللعيبه ابتدت ان هي تتدلع ومحتاجه قرصه ود. لكن التكتيك بتاعك وتقريبه الخطوط والضغط على حامل الكوره فهو جيد. بس انا طبعا الفتره اللي جايه اتمنى الامكانيات تبقى جيد جدا، ولو تقدر توصلني للممتاز وصلني الممتاز، عشان الفتره اللي جايه تبقى عندنا ماتشات مهمه. ما ننساش ان احنا داخلين على كاس عالم للانديه، وبصراحه انا طمعان ان احنا ناخد الاول في كاس العالم للانديه. بس الحمد لله كان ماتش مهم ونزاح وطلعنا بالثلاث نقط عشان نبقى متصدر الدوري. حاجه بقى اخيره احب اقولها او اعرضها كده للناس حبايب قلبي. وقبل نهاية الحلقة أحب أقول لكم أسوان بلدنا بلد سياح، فيها الزمالك بيتمرجح. أقول لكم على حاجة كمان سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما أنا مكمل الفيديو. سلام.